مساء الخير، تعالوا نعمل مع بعض جلاش بالكاسترد بطريقه سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم يا جماعه الجلاش حلوه حلاوه اللي بالكاسترد ده مش معقول. ان شاء الله هتجربوه هتقولوا لي رايكم وهتعتمدوا الوصفه بتاعتي على طول. اول حاجه هنعملها مع بعض السيرب، عشان السيرب بتاع الجلاش بيكون بارد والجلاش بيكون سخن. هنحتاج كوبايتين من السكر، هنحط عليهم كوبايه من الميه، هيغلي 10 دقايق، هننزل عليه بعصير نص ليمونه وباكو من الفانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. هنسيبه يغلي معانا 10 دقايق على نار هاديه لحد ما يتقل معايا بالشكل ده. هقفل عليه النار وهسيبه بقى على جنب عشان خاطر يبرد. تاني حاجه بقى هنعملها مع بعض هي الحشوه. حشوة الكاسترد ده هنحتاج كوبايتين من اللبن، عليهم 3 معالق كبار مليانين كده من الكاسترد. اي نوع كاسترد انت تحبيه، انا استخدمت نوع دريم حلو جدا وممتاز بصراحة. معلقتين كبار من السكر، وممكن كمان نستغنى عن السكر ما نحطهوش عادي مفيش مشكلة. هنفضل نقلب المكونات كلها مع بعض ونقلب نقلب نقلب لحد ما يتقل معانا. انا عايزاه يكون تقيل ومتماسك كده شوية مش خفيف. تمام، هنفضل نقلب لحد ما يتقل معايا ويوصل للقوام اللي انا محتاجاه بالشكل ده. هنقفل عليه بقى النار وهنجيب الصينيه بتاعتنا ولفه الجلاش بتاعتنا وهندهن الصينيه بالزبده، وهنجيب كده ورقتين من الجلاش وهنحطهم كده وهنرصهم وهندخل الحروف لجوه بالشكل دوت. عادي وسهله جدا وبسيطه، مش محتاجه اي حاجه. وهنفضل ندهن كده الرقات بتاعه الجلاش بالزبده لحد ما هوصل لنص لفة الجلاش. هجيب بقى الحشوة بتاعتي واحطها بالشكل ده وهنبدأ نفردها بالمعلقة واحدة واحدة بالشكل ده. ما تقلقيش، الحشوة متماسكة معايا وخطيرة جدا وحلوة جدا. هنجيب برضو الأطراف كده بتاعة الجلاش وهندخلها لجوه كده، حلوة قوي. تمام، هنكمل بقى بقية لفة الجلاش لحد ما نخلصها كلها. هنفضل ندهن برضو بالزبدة في ما بين كل ورقتين، انا بحط ما بين كل ورقتين مش ما بين كل ورقة. تمام، بعد كده اخر بقى ورقة نحاول نقص كده الاطراف بالسكينة او بمقص عادي جدا، والمتبقي هندخله برضو لجوه مفيش اي مشكلة. بعد كده هنبدأ بقى نقطعه، ممكن تقطعيه مكعبات مربعات، لا اما تقطعيه مثلثات شبه البيتزا، او اي طريقة او اي تقطيعة انت تحبيها. وما تقلقيش خالص وانت بتقطعي، تدوسي عادي على الحشوة او على الجلاش زي ما انا ما بدوس كده في الفيديو عادي جدا. مفيش اي مشكله، الحشوه ما تقلقيش مش هتطلع معانا لان احنا عاملينها متماسكه شويه، فبالتالي هنعرف يعني نتعامل مع الجلاش ونقطعه بالطريقه اللي تعجبنا عادي جدا. بعد كده بقى بعد ما اخلص خالص هدهن بقى الوش بالزبده بالشكل ده بعد التقطيع. تمام، هيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180، هيقعد حوالي تلت ساعة لان الفرن كان سخن فهيتحمر بسرعة جدا ومش هنحتاج نفتح عليه الشواية ولا اي حاجة. هحطه في الفرن ويطلع معايا بقى بالشكل القمر ده. بصراحة جلاش تحفة وخطير جدا. تمام، انا حطيت السيرب بس للاسف كان الموبايل فصل، فاللقطة دي ما اتحفظتش معايا على الموبايل. تمام، هنا بقى انا بقدمه معاكم. طبعا هنحاول طبعا بعد ما يطلع من الفرن نقطعه تاني ونسلك كده القطع عن بعضها بالراحة جدا، وخطير بصراحة وتحفة ولذيذ قوي قوي، متحمر قوي من تحت ومن فوق وخطير. يا رب الطريقة او الوصفة اللي انا عملتها معاكم النهاردة تعجبكم. لو عجبتكم استأذنكم تعملوا شير للفيديو، تعملوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة.